لو انت مركز قوي تعرف اسعار الذهب العالمي رايحه على فين، عايزك تركز قوي على الفيدرالي ومدى استقلاليته. طبعا احنا بقالنا 6 7 شهور ترامب عمال يقطع في جيروم باول ويصفه مره بالاحمق، وان هو هيشيله وان هو هيجيب حد مكانه وان هو ضيع على امريكا تريليونات الدولارات، ومع ذلك فضل باول مصر على موقفه. اخر 4 5 مرات فضل مثبت الفايده، ولما عرضته احد اعضاء الفيدرالي او كان تصويتها مخالف لتثبيت الفايده وكانت عايزه تخفض، هو كان مصر برضه على موقفه وما خضعش لضغوط ترامب. ومع ذلك استقالت عضوة الفيدرالي، والأسواق يوم الجمعة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر قرت إن في تصدع وشقاق داخل الفيدرالي، وعلى طول الذهب طلع ساعتها من 3337 أو 3340 لغاية 3363. عايزك تبقى فاهم كويس قوي إن الفيدرالي هو أقوى كيان اقتصادي في العالم، بدليل إن ترامب مش قادر يشيل رئيس الفيدرالي الا لو مسك عليه زله او مسك عليه خلل في المعاملات الماليه. وده اللي حاول ترامب يثبته من 3 4 ايام لما زار مبنى الفيدرالي وقال لجيروم باول على الملأ انت عندك تجاوزات وان الانفاق زاد مش عارف كام مليار. راح طبعا جيروم باول افهمه وقال له لا الكلام ده غلط، وقال له انت بتتكلم على مبنى تم تجديده من 2020 بتدخله على التكلفه الحاليه. فده يوضح لك قوي ان الفيدرالي كيان اقتصادي مستقل. هحدث بقى على مدار الساعات اللي جايه اي جديد فيما يخص الفيدرالي، لان ده هيأثر على طول على الذهب.